أصبح الزي البدوي السيناوي يزدهر عبر العصور ويواكب الموضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناة عالم ليمو. النهاردة معادنا مع فيديو جديد وهنتكلم فيه عن الزي البدوي السيناوي. لا تزال بادية سيناء تتميز بخصوصيتها التي تميزها، ولعل أهم تلك الأشكال التي تعبر عن الخصوصية هي الملابس والأزياء والحلي، فهي تشكل إلى جانب الزينة للمرأة الهوية التي تخص المكان والمرأة البدوية في سيناء، واختلافها عن غيرها كذلك. يشكل الموروث الشعبي واحدا من أهم ملامح هوية المجتمع السيناوي، فالزي السيناوي عبارة عن الثوب البدوي بمكتملاته ومستلزماته من حلي وزينة، بالإضافة إلى وجود حزام لربط الوسط يسمى سوفية، مع وشاح أسود فوق الرأس يطلق عليه قنعة، وترتدي معه البدوية البرقع الذي يميز القبيلة التي تنتمي إليها. إن الثوب البدوي بمختلف أنواعه وأشكاله يعد لونا من ألوان الثقافة الشعبية، فهو يمثل تراثا شعبيا لقبائل هذه المنطقة، كما أنه يعتبر فنا شعبيا يعتمد على مجموعة من الخبرات البدائية الموروثة عبر الأجيال المختلفة، وأن الوسائل التي يتم التوارث في صناعتها وسائل تقليدية مثل الإبرة والخيط المطرز به الثوب والقماش الذي يصنع منه والذي يتميز بالأصالة والحشمة. وتتنوع الأزياء الشعبية تبعا لكل من المرحلة التاريخية والبيئة الجغرافية والفئات العمرية والمكانة الاجتماعية، فهذا التنوع تحكمه عدة أمور، من أهمها الوظيفة التي يؤديها الثوب بالنسبة للمناخ وطبيعة العمل والوجاهة، ومن ثم نجد أن ثوب المرأة البدوية يختلف عن ثوب الفتاة من حيث لون التطريز، فصدر ثوب الفتاة والأكمام يكون من اللون الأحمر الزهر، وباقي التطريز الثوب من الأمام والخلف باللون الأزرق الذي يطلق عليه الأشهب، ذلك الثوب التي تقوم بتطريز الفتاة من سن 10 سنوات وتظل على ارتدائه حتى تتزوج. ويتم تغيير اللون الأزرق إلى اللون الأحمر عندما تنجب أو تقوم بإضافة اللون الأحمر على التطريز باللون الأزرق للإعلان عن أنها أصبحت متزوجة. ويتم تغيير الثوب الأزرق وارتداء الثوب الذي يطلق على لونه الزهر أي الأحمر مع باقي الألوان المزرقشة والفواتح مثل الأصفر والبرتقالي. أما السيدات من كبار السن يفضلن الثوب خفيف التطريز، ويوجد ثوب خاص يطلق عليه الوجاي، حيث تقوم المرأة بتطريزه بأكمله، من صدر يسمى القبة والأكمام وتسمى الردن، وبداية من خصر المرأة حتى الذيل يطلق عليه البدن، يطرز بالألوان الزاهية، وتستخدم البدوية ثوبا للأفراح والأعياد، وآخر يبين الحالة الاجتماعية لها. وفي حالة الحداد ترتدي ثوبا ذا اللون الأشهب، حيث يكون تطريز الثوب كله من اللون الأزرق. ترتدي المرأة في سيناء الثوب الذي له أشكال متعددة تبعا للفئات العمرية، مثلا ثوب الأطفال وثوب الفتاة المزركش، وثوب المرأة المتزوجة باللون الأحمر، والمرأة المسنة والأرملة والمطلقة باللون الأزرق. وللثوب السيناوي أشكال متعددة، فمنها ثوب الأعياد والمناسبات والحجة الذي يتميز بلون التطريز الفاتح، وثوب الحامل الواسع والذي يتميز باللون الأشهب، وثوب المأتم متميزا باللون الأزرق الغامق.